المشكلة بهذا الحلو انه ما بتوفوا عند قطعة واحدة، والدايت بيكون عم يبكي بالزاوية. شوفوا لي على هالقطعة قد ايه بنتفق. تعالوا لكم على الطريقة بسرعة لأنه لازم تجربوها. بس بدكم تجيبوا لي بسكوت سادة وتفشوا كل خلقكم فيه، بس حرام شوي شوي عليه. بدكم تحطوا لي فوق موزتين محترمين، نص كاسة حليب، وإذا حسيتوا إنه البسكوت لسه بده حليب ضيفوا له، معلقتين كاكاو مشان يصير عندنا الطعم خرافي. وهلا بنبلش نعجن لحد ما تصير العجينة تقلنا بكفي. وهلا بعد ما صار عندنا قوامها هيك بدنا نمدها على كيس او ورق زبده. وهلا بعد ما فردنا هي بدكم تحطوا لي اياها على جرب، وبدنا نساوي الكريمه. بس بدنا كريمه خفق او كريم شانتيه وبنخفقها. وهلا بنرجع العجينه اللي مديناها، وبس بدنا نقص الاطراف لحتى تصير مربعه. وبس قصينا الاطراف بس علينا نحط الكريمه اللي سويناها. وهلا بس بدكم تحطوا لي بقلبها قطع فريز. وهلا اكيد شو بدكم تعملوا، بدكم تلفوا لي الرول. واكيد هلا بدنا نحطها بالقطب الجنوبي لتتجمد، وبعد تقريبا 3 ساعات بالثلاجه هيك صار شكلها عنا. وبنقول بسم الله. جربوها ولا تنسوا تبعتوا لي قطعه، لانه اذا ما بعتوا لي رح سامحكم اكيد. بحبكم كثير كثير، بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.